بعد ما خلصنا الشوكليت، ايه رأيكم بقى في الشوكليت؟ طبعا شكلها بيتكلم عن نفسها. قوامها باين وشكلها تحفة جدا. بتمنى كل الوصفة تكون عجبتكم يا رب العالمين، ويا ريت تقولوا لنا في الكومنتات كده اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل كل جديد. ويلا بينا كده نشوف ايه مع بعض المكونات مع الشيف الصغير بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده حاجة حلوة جدا، بس طبعا مش انا اللي هقدمها، الشيف الصغير بتاعي هو اللي هيقدمها. النهارده هنعمل مع بعض كده الشوكليت اللي بنزوق بيها الجاتوهات او الوافل او اي كيك. بجد طريقتها حلوه جدا وسهله جدا وبسيطه، عشان هي هتبقى من ايد بنوتي القمر الصغننه. طبعا هي بتحب جدا ان هي تساعدني جدا في حاجه البيت، فهي مصممه ان هي اللي تعملها النهارده. فيلا بينا كده نروح مع بعض على الخلاط ونشوف ايه هي المكونات، واحنا شايفين ايه هي المكونات وعملناها قبل كده مع بعض في القناه. هنعملها النهارده بتكاتها وحركاتها هي، فهنعملها مع بعض كده. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتبقى خفيفه على قلبكم. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه، يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وهنقدم لكم دلوقتي الشيف بتاعنا الصغير اللي هيعمل لكم طريقه الشوكليت، التزيين، التورت والجاتوهات والوافل واي حاجه. يلا يا شيفنا. النهاردة هنعمل الشوكولاتة. هنحط اللبن. طب قولي لنا الاول هتعملي ايه اول حاجه؟ هنعمل شوكولاتة بتاعت التزيين، او وبتاعت الكب كيك وبتاعت الدونتس. وطبعا بما اننا ولادي كلهم بيتخانقوا دلوقتي مين اللي هيعمل الشوكليت، فاحنا دلوقتي هي الشيف بتاعنا الصغير هو اللي هيعمل الشوكليت معانا دلوقتي. هتعملي ايه اول حاجه يا لولو؟ هعمل شوكولات بتاع تورت او كب كيك او دونتس او اي حاجة. طيب يلا هتورينا هتعملي ايه اول حاجه. هحط كوباية لبن طب استني ننزلك الخلاط تحت. دلوقتي. هتعملي ايه اول حاجه؟ هعمل شوكولاتة كيك. هتحطي بقى ايه اول حاجه دلوقتي؟ كوبايتين لبن. حطينا كوبايتين لبن وهنحط كوبايتين سكر، وبعد ما حطينا كوبايتين اللبن وكوبايتين السكر هنضربهم في الخلاط ونرجع تاني. خليكم بقى معانا للاخر، هنضربهم كده مع بعض كده في الخلاط. بعد ما حطينا كوبايتين اللبن وكوبايتين من السكر هنضربهم مع بعض ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي خلاص ضربنا كده السكر وضربنا اللبن مع السكر كده كويس جدا. مش لازم خالص يبقى سكر بودر. هنضرب بقى كده دلوقتي مع بعض كده. هنحط كوبايتين من الكاكاو الخام. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده بعد ما حطينا كده اللبن، الكاكاو الخام، كوبايتين كده من الكاكاو الخام بنفس المعيار. هنحط بقى كوبايتين من اللبن البودر. ودلوقتي بعد ما حطينا كده كوبايتين اللبن البودر وكوبايتين السكر وكوبايتين الكاكاو، حطينا كده رشة صغيرة من الفانيليا. وهنحط كده دلوقتي كيس النسكافيه اللي بطعم البندق ده، علشان خاطر يزود طعمها كده بنكهة البندق. طبعا انا لما باجي بقى بعمل اي حاجة من الحاجات دي بقى بتحصل خناقة في البيت، لان كل واحد بيبقى عايز يعمل لنا حاجة. فيعني ببقى بصراحة مش عايزة اعمل اي حاجة. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده بعد ما خلاص كده حطينا كل المكونات وسيبنا جوز الهند كده بره، هنبدأ بقى نحط الخلاط بتاعنا ونكمل باقي الحاجات دي نضربها كويس. هنضرب كده كل المكونات دي كده مع بعضها وهنخلصها كده ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. بس بتمنى ان انتوا ما تروحوش في اي حتة، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان نخلص بقيه وصفتنا كده. وبجد بجد طعم الشوكليت ده، صوص الشوكليت ده بيبقى حكايه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي يا حبايبي كده خلاص كده بعد ما ضربنا كده كل المكونات دي كده مع بعض، مش قادره اقول لكم بجد ريحتها عامله ازاي. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي انتوا بجد شميتوا ريحتها عامله ازاي. بجد تحفه جدا. يلا بينا بقى كده هنكمل بقيه وصفتنا وهننزل عليها كده واحنا بنضرب الخليط بتاعنا ده كده كله. هننزل عليها بقى بكمية الزيت عشان تتقل معانا. يلا يا لولو اضربي. اضربي. وهنا كده يا حبايبي خلاص كده بعد ما خلاص كده ضربناها كويس جدا، هنبدأ ننزل كده في الدورق بتاعنا كده دي وهنركنها كده
في التلاجة لأي سندوتشات، بجد طعمها تحفة جدا. بعد ما ضربناها كده كويس، وهنبدأ بقى للتزيين بتاعنا، هنبدأ ننزل عليها كده كوباية من جوز الهند، ونبدأ نضربهم تاني مع بعض في الخلاط، ونرجع تاني مع بعض. وبعد يا أصحابي بعد ما خلصنا الشوكولاتة، كان بعد ما ضربنا كتير كتير كتير، وده القوام معانا. طبعا احنا كده شايفين القوام بتاعها تحفة جدا، بجد مش قادرة اقول لكم، وطعمها بجد حكاية حلوة جدا بجد. لأي تزيين كيك تورت اي حاجة من الحاجات دي، بجد بصوا القوام كده، طبعا القوام كده بيتكلم عن نفسه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما عملت الشوكولاتة طعمها جميل، ما تنسوش بقى تقولولنا في الكومنتات عجبكم ولا ما عجبكوش. ودلوقتي يا حبايبي خلصنا كده وصفة الصوص الشوكليت بتاعنا كده. طبعا القوام اهو احنا شايفينه، بجد تحفة جدا للتزيين. طبعا القوام كده بيتكلم على نفسه، بجد 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 حاجة كده طعمها حكاية جدا. بتمنى الوصفة تعجبكم، وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويا رب شفنا يكون عجبكم يا رب العالمين. وتقولوا لنا في الكومنتات كده اذا كانت الوصفة خفيفة على قلبكم ولا لا. واذا كانت الوصفه خفيفه على قلبكم ولا لا، يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي نقول مع بعض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.